ليش إحنا عندنا حساسية مع قضية الفتوحات؟ إحنا دائما نشوف الطرف الآخر يفتخر بهذه المسألة ويعتبرها مفخرة وعزا للإسلام، وتشوف الشيعة لا، عندهم رفض لهذه المسألة. شنو سبب هذا الرفض؟ أول أمر هو أمر شرعي. بأي شريعة وبأي حق تجهز جيشا مدججا بالأسلحة بالمقاتلين وتهجم على بلاد آمنة وتخير أهلها بين الإسلام أو الذبح؟ وين هذا الدين الذي يدعوك لهذا؟ وين شرعا؟ هل هذا مقبول؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر؟ لا. النبي في يوم فتح مكة ذاك قال اليوم يوم الملحمة، تقطيع اللحم. قال لا، قل اليوم يوم الملحمة. كل حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت حروب دفاعية. نعم، يجي شخص يقول هذا الأمر، احنا عندنا بقى جهاد ابتدائي، أو مثل ما يعبر عنه الطرف الآخر جهاد الطلب في مقابل. صحيح، نسلم بالجهاد الابتدائي على خلاف فقهي فيه، معروف الخلاف الفقهي، لكن شنو الجهاد الابتدائي؟ الجهاد الابتدائي ما يعني أدخل على مدينة أقتل أهلها وأنهبها. الجهاد الابتدائي له صور، من صوره أنه هذه حكومة مجاورة معادية، وأعرف أن بقاء هذه الحكومة أو هذه الإمبراطورية فيه خطر علي. الخطر مو تنتظر لما يأتي الجيش ويقف على حدودك أو يأتي الجيش ويغزوك، لا، العاقل يدفع كل خطر محتمل. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول اغزوهم قبل أن يغزوك. من هذا الباب، هذا جهاد ابتدائي. نحن نبتدئهم بقتال لكن دفعا للخطر الذي يمثلونه لنا، خطر محتمل صحيح مو الآن، لكن هؤلاء يعدون العدة، أنا ما بنتظر لين يصلون إلى جدران مدينتي. هذا جهاد ابتدائي. في الجهاد الابتدائي أمر عقلائي مو بهذا المعنى، لكن حرف بهذا المعنى. جهز جيش وهاجم مدينة واقتلها واقتل أهلها، هذا المعنى. هل كان دافع هؤلاء الخلفاء دافعا شرعيا؟ يعني لما جهزوا الجيوش وخرجوا للفتوحات، هذا الدافع الذي دفعهم لهذا الأمر الدين وحبهم للإسلام ورسالة الإسلام؟ الجواب لا. شوف أقرأ لك هذا النص. هذه الرواية يذكرها الحاكم في المستدرك، قال بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرة، فتح، هذا نفس فتح خراسان. فكتب إليه زياد أما بعد فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء، ذهب، ولا تقسم بين المسلمين ذهبا ولا فضة. الذهب والفضة لمن؟ خلهم يقاتلوا لأجل الإسلام، لكن الذهب والفضة لمن؟ لي أنا. طبعا الرواية ذاك رفض، قال لا، احنا قاتلنا لأجل الذهب والفضة. فقسمه بينهم، معاوية ما قصر، عاقبه العقاب العادل. شوف آخر الرواية، فقيده وحبسه فمات في قيوده ودفن فيها. فتشوف هذا أمير المؤمنين الذي جهز الجيوش والجموع، ليش؟ لأجل ماذا؟ لأجل الفلوس. خالد بن الوليد في نص في تاريخ الطبري هم مهم، قام يخطب في الناس. شوف هذه الخطبة، قال ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب عندهم؟ شوف كيف الأكل عندهم. والله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارن على هذا الرغيف حتى نكون أولى. يقول حتى لو ما في جهاد عندهم أكل مو موجود عندنا، عجب بعد كيلو كباب وهالأشياء. فواضح أن العقلية التي تحركهم عقلية لذلك ما في دليل أن الدوافع كانت دوافع إسلامية دينية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا، الوقائع. أكثر شيء شوه الإسلام هذه الفتوحات. في الشرق عند فتح بلاد فارس بدايات الحروب، هناك موقعة أو معركة اسمها معركة آليس. آليس كان قائد المسلمين خالد بن الوليد، وهؤلاء كانوا من العجم، كان عندهم اتصال بالفرس وبحكومة فارس، صارت مناوشات، عاهدوا ولم يفوا بالعهد. هذا القائد، قائد الجيش الإسلامي، نذرا أن يصبغ نهر الفرات بدمه، وفعلا دخل على المدينة بعد أن سيطر عليها وبدأ في قتل كل من فيها. بدأ يقتل ويرمي في النهر، ما تغير لون النهر. 3 أيام يقتلون لم يتغير لون النهر. واحد قال له هذا نهر، هذا الفرات ما يتغير. قال لكن أنا نذرت لله ولا بد أن أفي بنذري. مش مؤمن يعني. قال زين، أنت احفر حفرة مجرى للنهر واذبحهم هنا، فإذا تغير هذا المجرى تكون قد وفيت بنذرك. قال خوش كلام. وفعلا قام بهذا الفعل، فسميت الموقعة بنهر الدم.
وعدد الذين قتلوا فيها 70,000 شخص. مو قتلوا الإنسان في ذاك الوقت يعيش وشفت هذه الحاجة. الآن للمغرب، لا سيما في قضية فتح إفريقية. شوف بنقل نص واحد، ابن قتيبة ينقل هذه المسألة يقول: وفتحها الله على يد موسى ابن نصير، فبلغ سبيهم يومئذ 10,000 رأس غنم. سبي 10,000، مو الأسرى، سبي. ثم وجه ابنا له يقال له عبد الرحمن بن موسى فأتاه ب100,000 رأس. خلاصة هذه الحرب قال: فكان الخمس يومئذ فقط فتح إفريقية 60,000 رأس. 60,000 يعني كل الأسرى كم إذا الخمس 60,000؟ 350,000 أسير. إذا القتل كم؟ اقرأ في التاريخ. ليش الآن يعني في المغرب العربي لا سيما عند البربر والأمازيغ تشوف بعضهم فعلا موقفه من الإسلام عدائي؟ ليش؟ اقرأ معارك عقبة ابن نافع. عقبة هو الذي فتح تونس واختط القيروان، وينقل في التاريخ أنه كان عبدا صالحا. عقبة ابن نافع معاوية عزله لأجل إيغاله في الدماء، تخيل انت. وبعد أن عزله معاوية أرجعه يزيد. عقبة بن نافع أباد قرى وقبائل ومدن. ترى عندنا تاريخ فعلا. لما الطرف الآخر يقول الإسلام انتشر بالسيف يرتكز على هذه الوقائع.